العامل الأخير اسمه عامل السيادة القومية. يعني إيه يا مستر عامل السيادة القومية؟ قال لي أنا عندي مجموعة من الدول بتتشابه مع بعض في إن عندها قومية واحدة، سكانها من نوع واحد من أصل واحد كلهم شبه بعض، وفي دول تانية قال لي سكانها مش شبه بعض. أديك مثال، روسيا. روسيا دي دولة كبيرة جدا، احنا واخدين ان روسيا هي اكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وان دولة روسيا دي كانت من الدول الاساسية اللي كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي. طب لما انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك ل 15 دولة، بقى في 15 جنسية موجودة في روسيا، لان كل دولة من الدول دي لها ناس كانت قاعدة في روسيا فضلوا قاعدين. فاحنا لما جينا اخترنا العاصمة، هنختار العاصمة من انهي مدينة؟ قال لي هنختار العاصمة تبعا لحاجة اسمها السيادة القومية. كلمة قومية معناها جذور أو أصل أو أصول. أنت أصلك جاي منين؟ أنت تبع مين؟ إحنا مش تبع روسيا، إحنا تبع الدول اللي كانت داخلة مع روسيا في الاتحاد السوفيتي، بس روسيا اتقسمت، فأصبح في قوميات وأصول كتير جدا في دولة روسيا. إحنا بقى عايزين نختار العاصمة لروسيا، فجينا نروح نبص كده، لقينا ان المدينه دي فيها قوميتين وثلاثه واربعه وكلهم منتشرين. المدينه دي فيها جنسيتين وثلاثه وقوميتين وثلاثه واربعه وكلهم منتشرين. فلقينا في مدينه اسمها مدينه موسكو. اسمها ايه؟ اسمها موسكو. موسكو دي كانت كلها من اصل واحد، كلها من بني ادمين شبه بعض ليهم نفس الاصل، كلهم من بلد واحده. اسمهم ايه؟ اسمهم السلافيه، او بقول عليهم السلافيين. فتم اختيار موسكو عاصمة لروسيا بناء على ان المدينة دي كلها اصل واحد، فهي سائدة في القومية، كلهم جذورهم واحدة في مدينة واحدة، فاذا لهم نفس الخصائص. عشان كده تم اختيار موسكو عاصمة لدولة ايه؟ لدولة روسيا. افهم